بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، من جديد نلقاكم في واحدة من اللقاءات القوية في الدوري الممتاز المصري. النهاردة قمة المجموعة الثانية، دراويش الكرة المصرية في ضيافة نادي الزمالك في واحدة من اللقاءات الهامة، واحدة من قمم الكرة المصرية، ولكن بدون الدسم الحقيقي الجماهير اللي بتتابع النهارده في ملعب دار الدفاع الجوي. ادي الجهازين الفنيين النهارده، كابتن اسامه نبيه، كابتن طارق ابو الليل، والكابتن احمد صالح، وباقي بقى الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي. انما خلينا في مقدمات اللقاء النهارده. نادي الزمالك اللي قدامنا بتشكيلته: عبد الواحد السيد واحمد سمير، محمود فتح الله، صلاح سليمان، ادي فييرا المدير الفني، صلاح سليمان وصبري رحيل ومحمد صبحي. برضه لقاء حار كده بين محمد صبحي، واحد من الحراس اللي اجادوا هذا الموسم وظلم كثيرا في الفتره الاخيره بعدم ضمه للمنتخب. عبد الواحد السيد اللي قاد منتخب مصر لفوز غالي امام منتخب زيمبابوي في اللقاء الاخير، وهيبقى فيه كلام كتير في اللقاء النهارده. انما خلينا بقى مع المقدمات. الصوره بتاخدنا كده كابتن صبري المنياوي والكابتن اشرف خضر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، ونرجع نعيد على التشكيله مره ثانيه. في مرمى نادي الزمالك عبد الواحد السيد، قدامنا نزل التشكيل: واحمد سمير، محمود فتح الله، صلاح سليمان، صبري رحيل. أربعة في وسط الملعب: أحمد حسن اللي بيبدأ لقاءات نادي الزمالك الأخيرة، إبراهيم صلاح ونور السيد، محمد عبد الشافي، وقدامهم الاثنين الفراودة محمد إبراهيم وأحمد جعفر اللي كانوا برضو موجودين مع المنتخب الوطني في لقائه الأخير. الناحية الثانية النادي الإسماعيلي اللي بينتظر مواجهة قوية في الدور النصف نهائي للبطولة العربية أمام اتحاد العاصمة الجزائري إن شاء الله يوم 2 أبريل القادم. نتمنى لهم كل التوفيق. النهارده في تشكيله غايب عنها اكتر من لاعب مؤثر، انما هيبدا محمد صبحي كالعاده في المرمى، قدامه كريم مسعد في الجبهه الشمال، ايمن المحمدي، عبد الحميد سامي وشريف رجب. باقي المنطقه الدفاعيه: المحمدي وعبد الحميد اتنين في قلب الدفاع، وشريف رجب في الجبهه اليمين مكان احمد الجمل. طاقم التحكيم قدامنا: جهاد جريشه، شريف صلاح، ودي احداد. ونرجع مره تانية لباقي التشكيله. وقفنا دي احداد على شهداء الكره المصريه، شهداء النادي الاهلي في كل مباريات الدوري هذا الموسم، دوري الشهداء، دوري 2012 2013. وكنا بنقول تشكيله النادي الاسماعيلي، ونكمل بقى: عمر جمال واحمد خيري، محمود عبد العزيز ومهاب سعيد. أربعة وسط الملعب لحين اشعار اخر لما نشوف الوضعيه الفنيه بتاعتهم ايه. والاثنين الفراوده النيجيري جودوين وعصام علي. قدامنا جهاد جريشه الحكم الدولي اللي هيساعده النهارده شريف صلاح الدين واحمد ساهر. كل الامنيات الطيبه بعرض عالي يليق النهارده بمقدمات اللقاء، سواء بالارقام سواء بالتاريخ، في قمه كانت غايبه عننا من سنين. النادي الاسماعيلي ونادي الزمالك احيانا كانوا بيقابلوا بعض وهم بعاد تماما عن المنافسه سواء الزمالك او الاسماعيلي، انما النهارده قمه بالارقام على المجموعه الثانيه. الزمالك المتصدر ب 7 انتصارات متتاليه 21 نقطه. الكره الاماميه عند احمد جعفر، بدايه كده هجوميه لنادي الزمالك اللي هيبدا على شمال الشاشه. وادي صلاح سليمان قدامنا بيقول له سيبها احمد سمير عشان يرجعها بوشه لعبد الواحد السيد. قلت في المقدمة ان النهاردة لقاء قمة حقيقي فعلا بالارقام. الاول والثاني في المجموعة الثانية. نادي الاسماعيلي اللي خسر لقاء وحيد امام الفريق البترولي فريق بتروجيت، وست انتصارات جمع بيهم 18 نقطة. النهاردة فارق 3 نقاط. تتلعب الكرة تاني عند صبري رحيل اللي هيشتغل في الجبهة الشمال الدفاعية. ادي صبري رحيل لسه ما حدش قرب منه. ترجع الكرة تاني لورا. عايزين برضو من زمايلنا كده الصوت، الاصوات في الملعب يجي لنا في البروي عشان نعيش حتى. ترجع الكرة تاني لكريم مسعد في الجبهة الشمال اماميه. جودوين نزل لتحت ويلعبها عند عمر جمال. الاثنين النهارده اللي هيكونوا اوراق مهمه جدا في المناطق الاماميه لنادي الاسماعيلي. حطوها في الجبهه اليمين عند شريف رجب اللي بادئ اللقاء برضو من اوله. بقول لحضراتكم النهارده ايمن المحمدي في عمق الدفاع مكان سامح عبد الفضيل اللي كان بيشتغل جنب عبد الحميد سامي من اول الدوري. ادي عمر جمال ورقه محركه هجوميا لقدام. تتلعب الكره تاني لقدام، تروح الكره في الجبهه الشمال عند صبري رحيل. نقلتين في وسط الملعب يسندها لورا ابراهيم صلاح. اكتر من لاعب من نادي الزمالك كانوا موجودين في معسكر المنتخب في اللقاء الودي امام سوازيلاند، وبعدين التجربه بقى الرسميه اللي كانت امام زيمبابوي. و9 نقاط لمنتخبنا الوطني. في كلام كتير هنقوله، انما لما الكره تبعد محمد ابراهيم اهو اللي برضه اشترك في اللقاء الاخير، كان واحد من الفراوده
اللي لعبوا لقاء زيمبابوي، تلعب الكره في وسط الملعب، انما كره مشتركه خلصها لنفسه محمود عبد العزيز اللي هيشتغل النهارده مكان عمرو السوليه في منطقه وسط الملعب جنب احمد خيري. ودي الاوراق اللي احنا قلناها واحنا بنبدا كده، سامع عبد الفضيل في المنطقه الدفاعيه والجمل في الجبهه اليمين، وكمان غايب عنصر مهم جدا عمرو السوليه، نقطه محوريه الديفندر الثاني جنب خيري. تلعب الكره عند محمد عبد الشافي من الجبهه الشمال، انما بدايه سريعه هنا وهنا، نادي الزمالك هو اللي بيضغط حلوه. احمد جعفر عاوز يطلع كده محمد عبد الشافي ورحيل من الجبهه الشمال، انما مقطوعه الكره، يرجع بيها مهاب سعيد ونقلتين ينزل له لتحت ويقرب من المناطق الهجوميه عمر جمال اللي مايل على الجبهه اليمين مع بدايه اللقاء النهارده. تروح الكره تاني بكعبه حلوه يا ولد يا لعيب، يمشيها الخيري. خيري هيقرب من ال 18 عشان يعمل عرضيه جوه عند جودوين، واللي جايين بقى عصام علي اللي بدا يشارك في الفتره الاخيره على حساب جون انطوي. وادي قام على طول فييرا كده تعليمات من البدايه للاعيبه نادي الزمالك، من المدربين اللي بيقفوا في المنطقه الفنيه على فكره فييرا. ترجع الكره تاني في وسط الملعب عند نور السيد، نور يلعبها اماميه يلغي بيها المرحله التحضيريه لقدام، نقل نفسه كويس قوي محمد ابراهيم قدام ال 18، انما الضغط الدفاعي موجود من كريم مسعد اللي هيكون عليه عبء النهارده في الناحيه الدفاعيه، جبهه اليمين لنادي الزمالك اللي هيميل عليها محمد ابراهيم في المناطق الاماميه، وبعدين يجي له من ورا احمد سمير. انما ده عمر جمال يفتح الملعب تاني لمهاب، مهاب بيبص لسه ما حدش قرب منه، هيبان وضعيه لعيبه النادي الاسماعيلي في الملعب باللعيبه اللي بتشتغل زي ما شايفين. مهاب بيقرب من عمر جمال في الجبهه اليمين دلوقتي، وكريم مسعد هيبقى في الجبهه الشمال وهيقرب منه ويميل عليه كده احمد خيري او محمود عبد العزيز من منطقه وسط الملعب. تروح الكره تاني في الجبهه الشمال عند صبري رحيل اللي بيشتغل دفاعيا، وعبد الشافي هو اللي بيكمل الادوار. احمد حسن يا ولد يا لعيب يمشيها له حلو قوي في المكان الفاضي، هيبص ويلعب العرضيه جوه ال 18، انما واقف كويس ويطلعها من جوه المنطقه ايمن المحمدي اللي بيشتغل جنب عبد الحميد سامي اللي جاله الكره دلوقتي، يشيلها لقدام تاني عبد الحميد عند عمر جمال اللي استلم ولف بشكل كويس. ادي عمر جمال اللي بيقرب من المناطق الاماميه. المشكله اللي بتبقى في الصوره او الصوت دي بتبقى من المصدر على فكره اللي جاي لنا منه اللقاء. ادي محمد ابراهيم لاحمد سمير، نقلتين لمحمد ابراهيم تاني اللي بيقرب من سمير ويلعبها له، هيقتحم ويقرب من ال 18، انما ضاغط عليه محمود عبد العزيز اللي رجع يشتغل دفاعيا من وسط ملعب النادي الاسماعيلي على سمير، والنادي الزمالك اللي بدا يقرب من الجبهه اليمين اللي بيشتغلوا بيها دلوقتي احمد سمير ومحمد ابراهيم، انما يشتت الدفاع لقدام يحطها بدماغه تاني ويشيلها اماميه عند محمد ابراهيم بنقلتين. محمد ابراهيم سلم واستلم، هو اللي عامل النشاط والحيويه في ال5 دقايق اللي فاتوا في المنطقه الاماميه، عرضيه انما جامده قوي كانت عايزه حنينه، كان داخل لجوه احمد جعفر وجاله كمان الصقر احمد حسن كده من وسط الملعب عشان يكمل الاوراق الهجوميه داخل صندوق محمد صبحي. انما 5 دقايق بادين بدايه سريعه فيهم عمليه كر وفر هنا وهنا. نادي الزمالك هو اللي بيروح وهم اللي بيضغطوا في منطقه الوسط عشان يجبروا لعيبه النادي الاسماعيلي ان هم يكونوا موجودين في وسط ملعبهم. هيرجع تاني لورا صلاح سليمان على احمد سمير، كان زايد لقدام صلاح سليمان انما مقطوعه الكوره. عايزين نشوف زمايلنا كده نقول لهم الصوت والصوره دي هل هي كده ولا في مشكله ولا ايه. تلعب الكوره تاني بره الملعب، يا اما يقطعوا لنا الصوت خالص تاني. رمي التماس عند مهاب. ادي المقصوره الرئيسيه النهارده، الملعب الدفاع الجوي اللي بيستضيف اللقاء النهارده، لقاء نادي الزمالك والاسماعيلي على قمه المجموعه الثانيه. الزمالك 7 انتصارات ولعب لقاء، على فكره الزمالك لقاء مقدم كده من الاسبوع رقم 9 عشان لقائه اللي جاي افريقيا امام فيتا كلاب الانجولي. فرقه هتغادر القاهره 2 ابريل، نتمنى لهم كل التوفيق. محمد ابراهيم يستلم يلعبها في المكان الفاضي في قلب الملعب عند نور السيد اللي يفتح في الناحيه العكسيه لصبر الرحيل. هيبدا نادي الزمالك ينوع من هجماته كده عشان يخلخلوا شويه الحته الدفاعيه للنادي الاسماعيلي اللي بيرجعوا دلوقتي ب8 9 لعيبه يقابلوا في منطقه وسط ملعبهم. ادي احمد سمير يلعبها لقدام سمير انما مقطوعه قبل احمد حسن يضغط عليه ويعمل فاول احمد حسن في وسط الملعب. سجل في لقاء الجيش اللي قلت لحضراتكم، لقاء الجيش كان مفروض نادي الزمالك هيختتم بيه لقاءات الدور الاول، انما هو وفريق انبي برضه اللي هيروح يلعب في كينيا. ادي المستشار جلال ابراهيم قدامنا، وشفنا واحد من او قائد الثوره الليبيه مستشار مصطفى عبد الجليل اللي كان قدامنا بيحضر اللقاء النهارده بجوار المستشار جلال ابراهيم. ثورات الربيع العربي على طول كان قدامنا على الشاشه. ورمي التماس لنادي الزمالك 7 دقائق من البدايه، التعادل بدون اهداف
بدات الدنيا تتظبط شويه. صبري رحيل من الجبهه الشمال هيلعب لقدام، اماميه ملعوبه عند احمد جعفر اللي هرب لتحت بعد ما لقى عليه رقابه جامده قوي من الاثنين اللي ورا في المنطقه الدفاعيه، عبد الحميد سامي وايمن المحمدي مش عارف يفك منهم. رجع لورا عبد الواحد اهوت هو اللي بيستلم ويحطها تاني عند فتح الله، كان على دكه البدلاء في لقاء زيمبابوي محمود فتح الله. تروح الكره في الجبهه الشمال، صبري رحيل الجبهه اللي مثبتها كده فيرا بالاثنين دول رحيل وعبد الشافي، واحد بيلعب على مستوى الاداء الدفاعي والتاني بيكمل لقدام كمصمم هجمات او هاف ليفت من الجبهه الشمال. ادي دكه البدلاء عليها النهارده الشناوي حارس مرمى، حماده طلبه بيظهر على دكه بدلاء نادي الزمالك مع عيد عبد الملك وعمر جابر اللي كانوا في الكادر قدامنا، انما في النهايه ضربه مرمى. جودوين اللاعب النيجيري اللي بيشتغل في المنطقه الاماميه ما كانش بيبدا على فكره في اول الموسم، وادي تعليمات من فييرا للمدرب العام اسامه نبيه ينقلها للعيبه داخل الملعب. انما بياخد وقت كبير قوي في الشرح فييرا على فكره كده، سواء للعيبه او للي حواليه، يعني ممكن يكون بيقول معلومه او حاجه مهمه يضيع الوقت بتاعها. محمد ابراهيم في وسط الملعب ملعوبه، احمد خيري، انما نور السيد يقطع تاني من نادي الزمالك، هيبص لقدام نور لسه ما حدش قرب منه، جاي له محمد ابراهيم كالعاده هو اللي بيقرب من الاماكن المؤثره او الاماكن اللي فيها الكوره، بيشتغل كويس قوي محمد ابراهيم مع البدايه، ومش واقف راكن مكانه كده بلغه الكوره، لا هو بيروح عشان يفتح مساحات وياخد معاه لعيبه النادي الاسماعيلي، ويبدا بقى لعيبه نادي الزمالك يجوا من تحت كده. كابتن صبري المنياوي قدامنا، نادي الزمالك والاسماعيلي اخر لقاء ليهم، اللقاء اللي توقف في الشوط الاول في مشهد كان جيد، او كان موجود الكابتن حسن شحاته وخد قرار مع الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي في الوقت ده ان هم يوقفوا اللقاء اللي كان بعد لقاء الاهلي والمصري تضامنا مع الاحداث وشهداء النادي الاهلي في مباراه بورسعيد كده، وكان اللقاء ماشي حلو قوي 2-2 في الشوط الاولاني، انما لم يكتمل لقاء الزمالك والاسماعيلي في موسم 2011 2012. ده اخر لقاء للفريقين، انما تاريخ كبير قوي نقوله. اول ما الكره تبعد تروح الكره اماميه عند احمد حسن اللي بيحاول برضه يجي، وسايب جعفر هو اللي بيشتغل في المناطق الدفاعيه. يبقى نادي الزمالك النهارده موجود محمد عبد الشافي بيكمل من الجبهه الشمال، وادي ورقتين النهارده مهمين جدا اللي كانوا قدامنا، وفي اعتقادي او من وجهه نظر المتواضعه هيكون ليهم ادوار في المباراه، سواء عمر جابر او احمد عيد عبد الملك. لو نادي الزمالك اتأزمت عليه العمليه في المراحل الهجوميه، تمريره حلوه قوي في المساحه الفاضيه، عبد الشافي ممكن يعمل انفراد، خطيره خطيره عبد الشافي، والجون صبحي يا ولد لسه موجوده، مش ممكن بره الملعب، ضربه ركنيه حلوه حلوه التمريره وصلت محمد عبد الشافي، انما يطلع محمد صبحي في توقيت مثالي ويخلص الموقف على طول في اللعبه اللي فاتت. ادي اللعبه مره تاني، محمد عبد الشافي اللي دخل حلو قوي وكان ممكن ياخد ركله جزاء على فكره، انما هو كمل وصمم يروح بعد ما اتزحلق عليه عبد الحميد سامي، انما محمد صبحي اللي طلع بقول لحضراتكم وباصص وقافل المرمى. عايزين نشوف اللقطه اهي، محمد صبحي وهو بيبص كده واقف واخد القايم وبيقفل المرمى تمام التمام يا ولد يا لعيب، ويكمل مسلسل التألق هذا الموسم محمد صبحي، ويحل اول موقف هجومي على فرقته مع الدقيقه العاشره تقريبا. يبقى الشراسه الهجوميه من نصيب نادي الزمالك، والفقره الهجوميه الاهم في اللقاء النهارده كانت عن طريق محمد عبد الشافي اللي اتعمل له تمريره بطول الملعب ضربوا بيها المنطقه الدفاعيه بتتعاد قدامنا. ادي اللعبه اهي، وعبد الحميد سامي خلصها الراجل، يعني برضه عطل كده او ساهم ان محمد عبد الشافي عطله شويه، وطلع صبحي كمل عليها، وايمن المحمدي اللي بيطلعها الى ضربه ركنيه عشان الثلاثه اللي موجودين في العمق، صبحي حارس المرمى والاثنين السردباكين هم اللي يحلوا المشكله الدفاعيه. اللي قدامنا احمد حسن نجم منتخب مصر، سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الاسماعيلي، مع محمد صبحي في لقطات ارشيفيه قبل اللقاء النهارده، وروح الود والمحبه بين اللعيبه والاجهزه الفنيه داخل اللقاء. احمد حسن طبعا واحد كان من نجوم النادي الاسماعيلي بعد انتقاله من نادي مغاغه، كانت بدايته في مركز شباب مغاغه ثم النادي الاسماعيلي، والانطلاقه بقى للدوريات الاوروبيه في تركيا وبلجيكا. تلعب الكره تاني عكسيه لوحده صلاح سليمان، مش ممكن، خلص انت، مش ممكن، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام. اللعبه اللي فاتت صلاح سليمان انما بفكر المدافع كده، الراجل اتخض لما لقى الكره قدامه، انما لو هو شايف ال18 كويس او شايف المرمى كان ممكن يسدد من مره واحده عشان يضيع فرصه على فرقته صلاح سليمان اللي كان جاي يلعب بدماغه في اللعبه اللي فاتت. تلعب الكره مره تاني لقدام، انما محمد عبد الشافي اللي راح بالانفراد سجل الموسم ده جون في منتهى الجمال. محمد عبد الشافي كان في لقاء المقاولين العرب في الاسبوع الخامس 2-1، كان احمد سمير سجل الهدف الاول ومحمد عبد الشافي سجل الجون الثاني لنادي الزمالك، اللقاء اللي انتهى 2-1. وادي فييرا بيكمل مسلسل التعليمات كده في اللقاء النهارده، الاخطاء 4 هنا للزمالك، الاسماعيلي
مفيش اخطاء، تتلعب الكره على طول. انما لغايه دلوقتي بقى عدينا 12 دقيقه النادي الاسماعيلي لم يظهر تماما في المقدمه او المناطق الهجوميه، ومفيش جمل تكتيكيه تقدر توصلهم على مرمى عبد الواحد السيد طوال الوقت اللي احنا لعبناه. كل اللعب في وسط ملعب النادي الاسماعيلي، والزمالك اللي ليه السيطره الميدانيه سواء على مستوى الضغط والتمرير، والنهارده اللي هيكون وسط ملعبه هو اللي فايق، هو اللي هيقدر يخلص لك اللقاء رقميا في النهايه. تلعب الكره عند احمد جعفر، انما بدماغه يردها. جودوين يهرب لتحت عشان يستلم، انما يضغط عليه. برافو يا ولد يا لعيب. ابراهيم صلاح يعمل مرحله دفاعيه كويسه من وسط ملعبه. الانطلاقه موجوده من احمد سمير من الجبهه اليمين اللي عاوز ينشط شويه عشان يقرب ويعمل العرضيات مع محمد ابراهيم اللي مثاله يحطها له قدام المنطقه، انما راجع لغايه فين؟ راجع جودوين من المناطق الاماميه يساعد زمايله في الخط الخلفي. وادي كريم مسعد اللي بينطلق ويشق طريق لقدام. عدد لعيبه النادي الاسماعيلي هنشوف هل هيسعفهم ان هم يكملوا الهجمه بشكل كويس. مهاب انما يزحلق عليه محمد عبد الشافي اللي دخل وضم كويس قوي مع صبري رحيل. تقل شويه مهاب عشان يلاقي حد من زمايله يبداوا يقربوا ويزودوا عددهم قدام 18 عبد الواحد السيد، انما هياخدوا فاول جهاد جريشه قريب وضربه حره فعلا. انما نور السيد بيقول ما فيهاش حاجه او بلعب على الكوره. 13 دقيقه عشاق ومتابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. قمه المجموعه الثانيه الزمالك والاسماعيلي النهارده على ملعب الدفاع الجوي، واحمد خيري اللي خد الضربه الحره في المشهد اللي فات. والرياكشن يعني المخرج مركز قوي مع فييرا. 10 لقطات لغايه دلوقتي، عاوزين اللقاء بقى ويجيب لنا الحاجات المهمه بعد كده عشان ما نكررش الكلام ونفس الافعال في المشاهد اللي جايه. عبد الواحد السيد بيوقف الحائط البشري. محمود عبد العزيز هيلعب اول موسم ليه مع النادي الاسماعيلي من نادي القناه. تسديده من بعيد انما عاليه بعيده عن المرمى. ضربه مرمى لعبد الواحد، مسافه بعيده قوي، كان ممكن يعملها افضل من كده. دي لعبه صلاح سليمان اللي فضل ان هو يعملها عرضيه، انما كان المرمى مفتوح قدامه. لو اتعادت كده من زاويه ثانيه صلاح كان طالع يلعب بدماغه. وده الفرق بقول لحضراتكم بقى في عمليه التركيز، والفيرود بيبقى واخد قرار، انما المدافع اللي جاي من ورا في الكرات الثابته والضربات الركنيه هو مركز في حاجه واحده، يلعب بدماغه. لو كره عرضيه لو جت الكره قدامه يمكن بيلطشها كده هي ونصيبها. صلاح سليمان ما قدرش يتصرف كويس في اللعبه اللي فاتت، وده الفرق بين الفيرود اللي واقف جوه الصندوق او جوه ال 18 ويجي له لعبه يقدر يتصرف باي لعبه حسب وضعيه الكره ووضعيته داخل منطقه الجزاء. تمريره اماميه محمد ابراهيم مستنيها حلوه قوي بطول الملعب عند محمد ابراهيم من محمود فتح الله، هو اللي عملها له. ابراهيم يعمل العرضيه في منتهى الجمال، في منتهى الجمال العرضيه اللي فاتت، انما يتزحلق ويطلعها عبد الحميد سامي اللي بيحل المشاكل الدفاعيه. كابتن صبري المنياوي شكله كده الاداء طبعا باين عليه للنادي الاسماعيلي النهارده، اللي لغايه دلوقتي خلال ال 14 15 دقيقه لم يقدم العرض المقنع امام لعيبه نادي الزمالك اللي مسيطرين تماما وهم الاقرب للتهديف في الوقت اللي جاي. محمد عبد الشافي غيابات كتير للنادي الاسماعيلي، وادي صبحي يطلع ياخدها سهله ويريح زمايله داخل المنطقه. قلت لحضراتكم سواء في منطقه وسط الملعب النهارده عمرو السوليه واحد من اللعيبه المهمين جدا اللي كانوا بيقدروا ان هم يربطوا بين المناطق الدفاعيه والهجوميه ويعمل الشغل الدفاعي مع خيري كمرحله اولى. غايب عن اللقاء سامح عبد الفضيل اللي كان بيشتغل مع عبد الحميد سامي 2 سردباكين او 2 مساكين، النهارده غايب بيلعب مكانه ايمن المحمدي في لقاء كبير امام نادي الزمالك الافضل على مستوى المجموعتين. بكل امانه هذا الموسم نادي الزمالك بيقدم افضل عروضه، بيقدم افضل نتائج ليه. قلت لحضراتكم 7 انتصارات متتاليه. تتلعب الكرة تاني، انما ابراهيم صلاح هيبص كالعاده عند محمد ابراهيم في الجنب اليمين. محمد ابراهيم واحمد سمير هيقربوا من 18، انما ابراهيم يمشي بيها ويوسع لنفسه بشكل كويس عشان يقتحم من العمق، انما الاخيره ما ظبطتش معاه. طلع الدفاع لقدام، يرد عليه من الناحيه الثانيه صلاح سليمان قلب دفاع نادي الزمالك بره الملعب الى رمي التماس. اخر 10 مواسم هم اللي هنتكلم فيهم على الارقام والتاريخ، انما كل لقاءات الزمالك والاسماعيلي بقول لحضراتكم اللي بتشهد الاثاره والمتعه على مدار الدوري منذ انطلاقه 48 49 في 97 مباراه نادي الزمالك فاز 40 مره والاسماعيلي 27 مره، وكان التعادل من نصيب الرقم 30. نادي الاسماعيلي سجل 111 هدف ونادي الزمالك سجل 118 مره. هنتكلم بقول لحضراتكم بقى في الالفيه الثالثه على اللعيبه اللي سجلت هنا وهنا والارقام اللي النادي الاسماعيلي بيتفوق فيها في اخر 4 مواسم على نادي الزمالك رغم التفوق الجماعي لنادي الزمالك في الارقام خلال مشوارهم في البطوله. ترجع الكره ورا عند عبد الحميد سامي، انما يطلعها لقدام ويشتت
ويخلص من قدام المنطقه عند محمود فتح الله الناحيه الثانيه. هيبص محمود فتح الله لسه ما حدش قرب منه وضغط عليه عمر جمال في المناطق الاماميه. نادي الاسماعيلي الملامح الهجوميه غايبه تماما عن الثلاثي عصام علي وجودوين وعمر جمال، وما بانش الفكر اللي بيلعبوا بيه في ال 30 متر اللي قدام. وسط الملعب النهارده هيتحمل العبء تماما احمد خيري مع محمود عبد العزيز على الضغط على مفاتيح اللعب في الابيض في اللقاء اللي لغايه دلوقتي متفوقين، انما لسه الحته الاخيره ما قدروش يظبطوها لعيبه نادي الزمالك. ادي احمد ساهر قدامنا المساعد الثاني في اللقاء النهارده، وتسلل ضربه حره هنشوف غير مباشره. ادي اللعبه اهي التمريره الاماميه فعلا جاي من التسلل. تتلعب العرضيه عند احمد حسن انما تعدي لجعفر بيلمسها كده، انما برضو في رايه من شريف صلاح الناحيه الثانيه وتسلل مره هنا ومره هنا. احمد جعفر كان مقرب منه احمد حسن قوي في اللعبه اللي فاتت، كان لازم الاثنين يتمركزوا بشكل افضل من كده، يعني المسافه يا دوبك متر او مترين. كان لازم احمد حسن يا يروح على القايم القريب واحمد جعفر يبعد شويه بحيث الكره لو بعدت يبقى في واحد يتصرف، انما الاثنين يعتبروا في مكان واحد في اللعبه اللي فاتت. مهم جدا التحرك للاثنين اللي بيقربوا الاسترايكر او الفراوده، رغم ان احمد حسن مش فرود صريح انما هو اللي بيكمل لقدام في الوقت اللي فات من وسط الملعب مع جعفر داخل ال 18. تتلعب الكره تاني لقدام، صبري رحيل يطلعها قبل جودوين اللي متطرف في الجبهه اليمين، يشيلها لقدام عبد الشافي، انما عبد الحميد سامي بيقرب ويرجعها لورا عند محمد صبحي اللي بيحاولوا كده يمتصوا حماس لعيبه نادي الزمالك، انما صبحي يشيلها اماميه عند جودوين. قبل جودوين صبري رحيل يطلعها لنور السيد في وسط الملعب بيدور عشان يغير اتجاه اللعب. يا ولد يا لعيب على الرؤيه، عملها حلو قوي عند محمد ابراهيم، تمريره في منتهى الجمال والروعه. محمد ابراهيم هياخد كريم مسعد هيلعب العرضيه، انما حب يلعبها في الزاويه الضيقه كده ويخدع محمد صبحي، يطلعها صبحي برافو يا ولد يا لعيب. ومحمد ابراهيم يعمل الفقره الهجوميه الثانيه لنادي الزمالك المؤثره النهارده على مرمى النادي الاسماعيلي. مشي كويس قوي انما طمع فيها وقال لك محمد صبحي هياخد كده خطوتين لقدام عشان يطلع ياخد العرضيه، حب يعملها له في الضيقه بفكر محمد ابراهيم، انما يشيلها صبحي بخبرته ويحل المشكله او الازمه الدفاعيه على فرقته بعد 19 دقيقه. التعادل بدون اهداف في لقاء لغايه دلوقتي من طرف نادي الزمالك هو الاكثر سيطره في منطقه وسط الملعب، وهم اللي بيروحوا على المرمى في اكتر من مشهد هجومي على دفاعات النادي الاسماعيلي. اللي مش قادر يترجم لقدام او لعيب يقدر ينقل له الحركه الهجوميه في ال 30 متر سواء عمر جمال او اللعيبه اللي موجودين في وسط الملعب بقى مهاب سعيد من الجبهه اليمين والفراوده عصام علي وجودوين اللي هم لا حيله لهم طوال الوقت اللي فات. احمد جعفر قدام ال 18 انما ضغط عليه محمود عبد العزيز اللي رجع لورا عند ابراهيم صلاح. طبعا محمود عبد العزيز لاعب النادي الاسماعيلي غير النجم الفنان الكبير محمود عبد العزيز منطقي جدا، انما لازم ندي كده واحده واحنا ماشيين. مهاب يلعبها تاني لمحمود اسماء متشابهه كتير لعيبه وفنانين. جودوين لتحت، عمر جمال هيبص ويلعب الاماميه. ادي لعيبه النادي الاسماعيلي بيحاولوا بس ان هم ياخدوا الثقه بتمريرات في منطقه وسط الملعب وبعدين يشتغلوا بقى لقدام، انما مش قادرين لغايه دلوقتي. بقول لحضراتكم في الحته الاخيره يكملوا ويوصلوا جودوين او عصام علي قدام 18 عبد الواحد الذي لم يختبر طوال الوقت اللي فات واحنا بنقرب من منتصف الشوط الاول وما ظهرش. يمكن عبد الواحد بيتفرج على اللقاء زينا تماما. من الجبهه اليمين حطها رجب لمحمود عبد العزيز اللي بيقرب منه. ادي محمود قدامنا اللي قلت لحضراتكم جايبينه من نادي القناه، احد انديه القسم الثاني. نادي القناه النادي الكبير اللي كان موجود في الدوري الممتاز سنوات عديده. 350 الف جنيه ارقام بقى بقول لحضراتكم، خلاص الانديه ما بقتش السياسه زي زمان. وادي خد الفاول محمود عبد العزيز. ونادي الاسماعيلي واحد من اللي اسسوه عيله عثمان او العثمانيين كده، الراحل عثمان احمد عثمان مع نادي المقاولين العرب اللي عملوا بطولات كبيره وعملوا تاريخ في الكره المصريه. انما دلوقتي الدنيا اتغيرت برضه في نادي المقاولين، الدنيا اتغيرت تماما في شراء اللعيبه. تلعب الكره تاني لقدام، انما لازم كل رؤساء الانديه يساندوا اللعيبه ويساندوا الاجهزه الفنيه في مرحله مهمه جدا بنمر بيها في الكره المصريه. كلام برضو لنادي المقاولين والمهندس شريف حبيب. تلعب الكره تاني لاحمد حسن من الجبهه اليمين. بنتكلم على ناديين مرتبطين مع بعض، النادي الاسماعيلي ونادي المقاولين العرب. محمد عبد الشافي يلعب الاماميه عند احمد جعفر اللي لغايه دلوقتي برضو ما وصلهوش الكوره بشكل كويس ان هو يروح ويعمل تاثير على
مرمى محمد صبحي من الجبهه الشمال صبري رحيل حلوه، انما برافو يا ولد محمد صبحي. بقول لحضراتكم بكل امانه عامل موسم اكتر من رائع، كان مهم جدا يكون موجود مع المنتخب لان الراجل كان موجود في فترات كبيره مع منتخب مصر. مع كل الاحترام والتقدير كان موجود عبد الواحد، موجود اكرامي، موجود احمد الشناوي، انما نشوف الهجمه ونكمل. محمد ابراهيم اللي حب يشتغل فردي وجات له الكره مره تاني بالصدفه كده بعد ما دخل المنطقه واتخبطت الكره في اقدام اللعيبه. ادي محمد ابراهيم بيتكلم مع جهاد جريشه حكم اللقاء، انما هتتعاد تاني. كان طالع مع احمد خيري، انما في فعلا في زقه اهو من محمد ابراهيم لاحمد خيري واداها فاول. قرار سليم من جهاد جريشه وباينه في الاعاده. دخل ومشيت مع اللعبه دي. الكره العرضيه اللي كانت قبلها وعملها في المرمى بوش رجله. 22 دقيقه تعادل بدون اهداف، الزمالك والاسماعيلي على ملعب الدفاع الجوي في المرحله رقم 8 اللي اتلعب النهارده، منها لقاء بتروجيت والشرطه انتهى 1-1. التعادل بين فريق البترولي واتحاد الشرطه ضمن لقاءات المجموعه الثانيه. المحله تليفونات بني سويف اتعادلوا برضه 1-1 في لقاءات المجموعه الاولى. الانتاج الحربي خسر امام طلائع الجيش 2-1. بسرعه كده لقاءات الدوري بعد استئنافه تتلعب العرضيه على الارض، انما محمد صبحي يطلع وياخدها. كنا بنقول المباريات اللي اتلعبت ومحمد صبحي قبل احمد حسن في العرضيه اللي فاتت هبط الاداء مره تانية رغم سيطره لعيبه نادي الزمالك. انما بقول لحضراتكم الحته الاخيره في انهاء الهجمه كده عاوزه شويه تركيز، بيروحوا كويس قوي، بيوصلوا للمناطق المؤثره. محمد صبحي بنقول اسمه كتير انما مش قادرين يترجموا رغم عدد الهجمات او الوصول لل 18 متر الاخيره على دفاعات النادي الاسماعيلي. وقدر محمد صبحي يحل كل المشاكل الدفاعيه مرتين ثلاثه. عبد الحميد سامي بيعمل الرقابه على احمد جعفر ومكتفه كده بلغه الكره، مش قادر ان هو يتحرر، سواء عبد الحميد سامي او ايمن المحمدي. وعلى الارض نور السيد برضه كان موجود مع المنتخب لاول مره في لقاء دولي، كان لقاء سوازيلاند اللقاء الودي اللي انتهى بالعشره الطيبه لمنتخب مصر. وادي قدامنا دكتور مصطفى المنيري ودكه بدلاء نادي الزمالك روح طيبه كده، والمداعبات الكابتن ايمن طاهر اثناء عمليه الاحماء. كل المشاهد اللي احنا شايفينها ده. سعفان الصغير حارس مرمى نادي الاسماعيلي في فتره التسعينات، والكابتن ايمن طاهر حارس مرمى نادي الزمالك برضه في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينيات. هنرجع تاني لاحداث اللقاء. ابراهيم صلاح يرجعها لورا عند محمد صبحي، على مهله محمد صبحي هيبص ويبدا الهجمه. حاسس ان فرقته مضغوطه. صبحي على مهله يلغي المرحله التحضيريه ويلعبها اماميه عند جودوين، انما معاه بيشترك صبري رحيل اللي ضم من الجبهه الشمال. مهاب غير اتجاهه وجه هنا عند احمد سمير في الجبهه اليمين الدفاعيه لنادي الزمالك بعد ما كان رايح على عبد الشافي وصبري رحيل. مهاب سعيد نقله الكابتن صبري المنياوي بتعليمات من بره تكتيكيا، قال له تعالى اشتغل على الجبهه دي، منه ان هو يوقف انطلاقات احمد سمير اللي بيجي من تحت محمد ابراهيم ويبدا يضغط هجوميا ويسيب عمر جمال هو اللي يروح في الناحيه العكسيه. انما هنشوف التبديلات اللي جوه الملعب دي هتغير شكل واستراتيجيه اداء النادي الاسماعيلي هجوميا ولا ايه. بره الملعب رامي التماس. ادي مهاب اللي كنا بنتكلم عليه برضو واحد من اللعيبه الجيده، انما بيشترك ويغيب تاني كده. بيلعب على فترات مهاب سعيد، ثالث موسم ليه مع النادي الاسماعيلي، خلصها كويس قوي. احمد جعفر هيدخل ال 18 انما لسه ما حدش قرب منه عشان يسند عليه. رجع لورا عند محمد عبد الشافي، العمق موجود. احمد حسن تسديده حلوه حلوه فوقتنا دي، انما في الشبكه من بره. هنشوف كده نور السيد من قدام ال 18. فعلا نور السيد هو اللي بيسدد، سجل في الانتاج الحربي من بره منطقه الجزاء بهدف في مرمى نادر سعد. وادي المره دي حط وش رجله يا ولد. حلوه حلوه لما اللعيب يكون داخل على الكره وعارف هيعمل ايه وحاطط وش رجله زي ما الكتاب بيقول بجوار القايم اليمين لمرمى محمد صبحي. يا دوبك هنقول ايه، ربع يارده، تمن يارده كمان. حلوه يا ولد يا لعيب، وتيجي في الشبكه من بره عشان نادي الزمالك هو اللي يكمل مسلسل الهجمات على دفاعات النادي الاسماعيلي في اللقاء النهارده. محمد عبد الشافي لسه ما حدش قرب منه، جودوين يضغط عليه، رجع لورا عند رحيل، اماميه يلعبها لاحمد جعفر، انما تترد الكره. محمود فتح الله في عمق الدفاع عند عبد الواحد السيد، بيشيلها لقدام. احمد جعفر تاني يجي قبل شريف رجب، نقلتين. نور السيد اللي سدد اخر لعبه ياخد محمود عبد العزيز ويقع على الارض منه، انما يقطعها تاني احمد سمير. برافو يا ولد يا لعيب، ضغط كويس قوي قبل ما مهاب يبدا الهجمه على دفاعات نادي الزمالك وياخد منها فاول. هنشوف كده كابتن اشرف خضر بيعترض على جهاد جريشه حكم اللقاء.
لقاء ماشي كويس، مفيش اي مشاكل، حتى القرارات اللي هيبقى فيها مشكله غير مؤثره او بعيده كده. وفعلا فاول احمد خيري داخل جامد قوي مع احمد سمير اللعبه اللي فاتت. وادي لعبه نور السيد، الترقيصه اللي اختل توازن كده محمود عبد العزيز. لو في جمهور في الملعب كنا سمعنا الاهات ايه في اللعبه اللي فاتت دي. في حاجات كده بتتعمل او حاجات مهاريه الجمهور يتكيف منها قوي. ادي سعفان الصغير قدامنا مدرب حراس المرمى. هنشوف كده جهاد جريشه خرجوا من الملعب ولا ايه. احمد جعفر وضربه حره لنادي الزمالك من مكان مؤثر داخل الملعب. عبد الشافي هو اللي يلعب، انما صبحي طالع. مش ممكن اللي فاتت عبد الحميد سامي، انما يدي فاول جهاد جريشه للنادي الاسماعيلي. والجهاز الفني هنا اعترض وهنا بيعترض، بيقول لك الراجل بتاعه هو اللي داخل معاه. فعلا مدافع النادي الاسماعيلي هو اللي اشترك مع محمد صبحي للامانه في اللعبه اللي فاتت. لو شفناها تاني جهاد جريشه اللي كان موجود في افريقيا الاخيره. ادي اللعبه اهو، ومحمود فتح الله طالع ودخل معاه اشترك عبد الحميد سامي مع محمد صبحي. كانت هتكلفهم اللعبه اللي فاتت دي مشكله على مرمى صبحي، انما خطأ مشترك من صبحي وعبد الحميد سامي. لازم الاثنين يتكلموا عشان عبد الحميد ما كانش يشترك ويسهل المهمه على محمد صبحي اللي وقعت منه الكوره بعد ما تألق في اللعبه او اللعبتين اللي فاتوا. ممكن يكون الحكم مدي فاول على محمود فتح الله. هنشوف. ترجع الكره تاني لورا محمد عبد الشافي عند عبد الواحد السيد بعد 28 دقيقة. الزمالك الأفضل، الزمالك الأخطر، الزمالك اللي بيوصل للمرمى إنما دون تهديف. يبقى كله كلام غير مقنع لجمهورهم، الجمهور اللي بيتابع على الشاشة. طبعا مفيش جماهير في الملعب. أمامية ملعوبة جوه ال 18، الكورة تلعب لازم تكسب. ما كسبتش كل ده بيتنسي. صبري هنشوف كده مدي ايه المساعد شريف صلاح، مدي رمي التماس. كان كريم مسعد هو اللي اشترك في اللعبه اللي فاتت. تتلعب العرضيه داخل المنطقه. احمد حسن برضو اللي النهارده اقل شويه لان هو رامي نفسه لقدام. احمد حسن في حضن الديفنس كده مع احمد جعفر. لو نزل لتحت شويه وبدا يشتغل، انما لو نزل لتحت هيقل لعيبه عدد لعيبه نادي الزمالك في المنطقه الاماميه. مش هيكون موجود غير جعفر داخل ال 18 ويجي له بقى محمد ابراهيم او احمد حسن ومحمد عبد الشافي. الثلاثه مصممين الهجمات من تحت كده. انما هنشوف النادي الاسماعيلي الهجمه المرتده هتعمل خطوره خطيره خطيره. مش ممكن اللي فاتت، مش ممكن اللي فاتت بقى. ده اسمه كلام؟ ده اللي احنا قلناه. نادي الزمالك بيسيطر، نادي الزمالك بيروح، انما الكوره لا تعترف الا بالاهداف. ادي اللعبه عمر جمال وخيري عملوها ايه؟ بلسم يا ولد يا ولد يا عمر يا جمال. وصل احمد خيري قال له لازم تجيب جون. بص التمريره وبص الحلاوه وبص المكان لاحمد خيري، انما شالها من تحت قوي. انما حلوه والفكره حلوه وكره ضايعه من لعيبه النادي الاسماعيلي في الفقره الهجوميه الاهم ليهم في اللقاء النهارده بعد نص ساعه تقريبا من بدايه الشوط الاول. انما عملها حلو، وفكره خيري للامانه حلوه ان هو يشيلها وعبد الواحد خارج. انما كانت عايزه تحت شويه او السنس بتاعها يكون احن من كده في هجمه مؤثره لدراويش الكره المصريه على نادي الزمالك. انما هجمه بقى يعني في هجمات كده واحد يقول لك ايه مش جون قوي او ما كانتش مؤثره. انما الكره اللي فاتت دي نادي الاسماعيلي كان قريب للتهديف على نادي الزمالك. عمر جمال يشتغل، عمر يشغل الدنيا كلها. التمريره المره دي عبد الواحد يطلع قبل عصام علي وياخدها. غايب تماما عصام علي لان لازم الفراوده جودوين وعصام حد يشغلهم. الدور ده على عمر جمال واحمد خيري بتمريراته من وسط الملعب اللي يقطع بيها المسافات والمشاوير بوش رجله الخارجي. عاوز يلعبها نور السيد انما تخبط وترجع تاني في الجبهه اليمين. محمد ابراهيم اللي قل النشاط والحركه بتاعته في الوقت اللي فات. ادي محمد ابراهيم، الضغط موجود. العرضيه جامده قوي، جامده اللي فاتت. محمد ابراهيم رقص حلو قوي ودخل في مكان في منتهى الجمال، انما ما بصش على احمد جعفر او احمد حسن والاثنين كده بيأنبوه او بيلوموه على اللعبه اللي فاتت. عملها بشكل غريب جامده قوي. انما محمد ابراهيم فتى احلام الجماهير الزملكاويه بدايه هذا الموسم لغايه دلوقتي. هو اللعيب المؤثر، اللعيب اللي بيديك الايحاء بالخطوره طول ما هو في الملعب. وضمه على طول برادلي للمنتخب في اللقاءات الوديه واللقاء الرسمي الاخير امام منتخب زيمبابوي. تلعب الكره تاني في وسط الملعب، نقلتين. احمد خيري اللي بدا يزيد لقدام
والنادي الاسماعيلي بدا يبقى ليه شكل هجومي. يا ولد على الترقيصه، خد 2 3 خطيره مش ممكن اللي فاتت. خيري خيري خيري، حلو عبد الواحد وحلو احمد خيري اللي ايه كلفت لعيبه نادي الزمالك. خد 2 3 كده بترقيصه واحده. بص شوف احمد خيري بيعمل ايه. ادي الاولاني رحيل بمحمود فتح الله، ايه يا ابن الجمال ده بالتسديده. انما عبد الواحد برافو يا ولد يا لعيب. ادي الترقيصه الاولانيه ونور وفتح الله زي البلاي ستيشن كده، حلوه يا ولد. انما عبد الواحد يطلعها برافو برافو، قافل الزاويه في منتهى الجمال والروعه. ادي بتتعاد مرتين ثلاثه. والنادي الاسماعيلي اللي بدا يظهر ال10 دقايق اللي فاتوا بشكل كويس لما عمل زياده بلعيبه الوسط خيري اللي بدا يقرب من عمر جمال وجودوين وعصام علي على حدود ال 18، بقى ليهم شكل وخطوره على مرمى الابيض. تتلعب الضربه الركنيه انما تخبط في المدافعين، هيشيلها رحيل لقدام، ضاغط عليه محمود عبد العزيز اللي جاي من وسط الملعب وعصام علي، انما يطلعها تاني لقدام صبري رحيل عند احمد حسن اللي بيسندها لورا برافو يا ولد لنور السيد اللي جاي بوشه يغير اتجاه اللعب كالعاده من القلب لمحمد ابراهيم اللي جاي جنب الخط في الجبهه اليمين، انما يضغط عليه من كريم مسعد وتبقى رمي التماس. يبقى الكابتن صبري المنياوي عليه ان هو لو عاوز لعيبته تبدا تكثف من هجماتها يزود اللعيبه. نشوف الهجمه محمد ابراهيم الخطوره وبعدين نتكلم على الكابتن صبري المنياوي ولاعيبه النادي الاسماعيلي بعد ما هبط اداء نادي الزمالك هجوميا في السبع 8 دقايق اللي فاتوا. بدا لعيبه النادي الاسماعيلي ينتشروا بشكل جيد. مهاب رجع لورا شويه وساب المساحه لاحمد خيري ينطلق فيها، انما لو الكره اتقطعت واحمد خيري زايد لقدام هيبدا يبقى في فراغات في منطقه وسط الملعب رغم وجود محمود عبد العزيز اللي بيشتغل جنبه، انما الخبرات بتاعته مش هتقدر تخليه يقاوم لعيبه نادي الزمالك اللي هيزيدوا لقدام. نقلتين الترقيصه موجوده بشكل كويس، ابراهيم صلاح عاوز يروح بيها في الجبهه الشمال انما لسه محدش قرب منه. احمد حسن هو اللي يجي، تمريره اماميه عند احمد جعفر يشيلها تاني لقدام برافو يا ولد يا لعيب. ايمن المحمدي، احمد خيري اشتراك وجودوين اللي جاي لغايه وسط الملعب. بيرجع قوي جودوين لتحت على ما يوصل تاني للمنطقه الاماميه فيها 30 40 متر هتكون الكره اتقطعت كانه بيشتغل مدافع او لاعب وسط مدافع مع زمايله، وفقد النادي الاسماعيلي لعيب قدام. هيبقى عصام علي لوحده، صبري رحيل ينزل ويستلم بيدور على محمد عبد الشافي انما يجي له احمد حسن عشان يبدا معاه لرحيل تاني يمشيها له. احمد هيلعب العرضيه جوه المنطقه عند احمد جعفر تعدي له الكوره انما يشيلها كريم مسعد اللي ضم لجوه مع عبد الحميد سامي وايمن المحمدي. تحركات كويسه من مدافع النادي الاسماعيلي في الخط الخلفي في الوقت اللي الكره بتيجي من الناحيه العكسيه سواء يمين او شمال الملعب. ادي لمسه يد في اللعبه اللي فاتت على احمد حسن، لمسه يد يا احمد باينه قوي، لمسه يد على نادي الزمالك. في كده اعتراضات خصوصا بقى لما تبقى من لعيب كبير زي احمد حسن يبقى شكلها مش كويس. لعيب كبير تاريخ، لعيب مؤدب، وهو بس انفعالات الماتش اللي بتخلي كده ردود الفعل او الرياكشن ساعات ما بيكونش منطقي. ادي احمد خير اهو اللي رقص 3 لعيبه من لعيبه نادي الزمالك، لو جاب جون كانوا ال3 دول يشيلوا الليله في الجون اللي هيجيبه احمد خيري. انما عبد الواحد السيد اتعامل معاها كويس قوي، يطلعها يلعب لقدام عبد الواحد اماميه عبد الحميد سامي بره الملعب رامي التماس من اول الموسم. عبد الحميد ادي موجود في المقصوره برضو النهارده. بعض الوجوه كده اللي موجوده في اعلاميين وفي ناس بتتابع اللقاء رغم ان اللقاء من غير جماهير، انما مفيش مانع 1 2 3 كده معارف واصحاب يبقوا موجودين. لعب الكره احمد حسن من الجبهه الشمال عند صبري رحيل على الارض تاني. احمد بوش رجله الخارجي عاوز يطلع رحيل انما معاه رجب، شريف رجب قافل عليه، يلعب العرضيه يشيلها تاني عبد الحميد سامي يا ولد من قدام ال6 ياردة عند جودوين. هيزيد لقدام جودوين انما بره الملعب. مستشار جلال ابراهيم والمستشار مصطفى عبد الجليل واحد من رموز الثوره الليبيه. احمد حسن دكه البدلاء النهارده زي ما قلت اول 10 دقايق احمد عيد عبد الملك وعمر جابر هيكونوا من التبديلات اللي اتغير شكل نادي الزمالك في المناطق الاماميه. كان موجود الاستاذ ممدوح عباس واللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك قدامنا على الكادر برضو، واحنا بنتكلم على التبديلات هنا او هنا. 35 دقيقه نادي الزمالك بيحاول انما تراجع الاداء في ال10 دقايق اللي فاتوا، واصبح في وجود للاعيبه نادي الاسماعيلي على اقل تقدير في منطقه وسط الملعب، وضغطوا من مناطق متقدمه قبل ما لعيبه نادي الزمالك يروحوا تاني في ال 18 متر الاخيره. ادي التمريره الاماميه انما برافو يا ولد يرجعها عبد الحميد سامي لمحمد صبحي. الناحيه الثانيه برضو موجود احمد الجمل
على دكه بدلاء النادي الاسماعيلي محمد حمص، محمد حامد ميدو، والفرود الغاني جون انطوي. الفرود الخطير موجود على دكه البدلاء، موجود مودي وموجود ابراهيم حسن، واحد من لاعيبه الشباب في النادي الاسماعيلي. تاني قدامنا السيد ممدوح عباس واللواء علاء ميلد. كان النهارده بعض المناوشات كده من نادي الزمالك مع المراسلين وزمايلنا في القنوات الفضائيه وقناه النادي الاهلي كمان بدون اي داعي. كريم مسعد هيلعب العرضيه. لازم يا جماعه خلاص بقى بروتوكول متعارف عليه من القنوات اللي متعاقده، من القنوات اللي بتروح تنقل الاحداث. مش عايزين المشاكل الصغيره دي اللي بتعرقل عمل الاعلاميين. تروح الكره في الجبهه اليمين، محمد ابراهيم هيقرب من 18 نادي الاسماعيلي بعد ما غابوا الفتره اللي فاتت. حلوه يا ولد عبد الشافي، لو سند وسدد جون. ياه على اللي فاتت، مش ممكن اللي فاتت. محمد صبحي بيكلم زمايله بيقول لهم بقى ده اسمه كلام. محمد عبد الشافي لوحده في مكان اكتر من رائع، يحطها قدامه ويسدد، انما تعلى بره الملعب. لعيبه نادي الزمالك اهي رايحه ما فيهاش اي حاجه، جاي من موقف سليم تمام التمام ومغطي الاثنين عبد الحميد سامي وايمن المحمدي وشريف رجب كمان. وادي محمد عبد الشافي سندها حلوه قوي قدامه وحطها بثقه كده. الكره على فكره حلوه وحاططها حلوه جايه من تحت لفوق، يعني دي كانت هتلبس في بطن الشبكه او سقف الشبكه، انما تعلى وتطلع بره الملعب في هجمه مؤثره لنادي الزمالك الاكثر خطوره النهارده في اللقاء على دفاعات النادي الاسماعيلي. محمود فتح الله يطلع بدماغه ده من 18 نادي الزمالك عنده نور السيد، يمشيها على الارض لاحمد حسن، يسندها له تاني عشان يزيد لقدام، يحركها لمحمد عبد الشافي من الجنب الشمال، قرب منه صبري رحيل، انما 3 ضاغطين من لعيبه النادي الاسماعيلي، المساحات فاضيه. لو عكس اتجاه اللعب احمد حسن هيجي في المكان الفاضي هنا. نقلتين تاني عبد الشافي واحمد مايل على الجبهه الشمال، احمد حسن بيقرب من ال 18، تمريره بينيه حلوه. محمد ابراهيم عاوز يقطع قبل عبد الحميد سامي وكريم مسعد، انما كريم برافو يا ولد، كان اول مره هيضرب لخمه ويروح محمد ابراهيم قدامه يسند ويجيب جون، انما لحق نفسه كده كريم مسعد ويحل الازمه الدفاعيه. هيدي انذار جهاد جريشه في اللعبه اللي فاتت. بعد 38 دقيقه هنشوف الانذار لابراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك. ادي اللعبه تاني، عمر جمال اللي كان بيقتحم وطالع لقدام المرتين 3 اللي عمر جمال بدأ يقرب ويعمل بينيات لزمايله زي ما عمل لعبه لاحمد خيري، هم اللي كان فيهم تأثير على دفاعات نادي الزمالك في اللقاء النهارده. ومعظم اللقاء وسط ملعب نادي الزمالك هو اللي كان بيسيطر، سواء نور السيد او ابراهيم صلاح اللي خد الانذار، ومعاهم الاطراف محمد عبد الشافي ومحمد ابراهيم اللي بيلعب قدام احمد سمير النهارده. مش عارف فيير عاوز ايه. وده احمد خيري قدامنا اللي عمل واحده حلوه قوي النهارده، لعبتين احمد خيري، واحده عملها له عمر جمال والتانية عملها لنفسه. هم دول الهجمتين اللي عملهم النادي الاسماعيلي. احمد خيري هداف الفرقه على فكره، خيري بيه 3 اجوان. وادي ابراهيم صلاح قدامنا اهو، هو اللي سجل لهم اول اهدافهم في الدوري هذا الموسم في لقاء طلائع الجيش، وبعديها في لقاء نادي الاتحاد. بنتكلم على خيري في لقاءات النادي الاسماعيلي الموسم اللي احنا فيه، رغم ان هو لاعب وسط انما بيروح ويقتحم في اوقات كتير قوي، او يلعب بضربات راس في الضربات الركنيه. تلعب الكره اماميه عند احمد جعفر، يحطها تاني عبد الشافي عند احمد حسن، انما مقفلين ب6 7 لعيبه قدام ال 18 لعيبه النادي الاسماعيلي لاحمد حسن، عايز يسدد انما سهله في ايد محمد صبحي ياخدها قدامه. هيلعب لقدام صبحي اماميه، محمود فتح الله ياخدها، محمد عبد الشافي يرجعها لورا عند نور السيد، يفتح الملعب لصبري رحيل، قدامه السكه فاضيه، الجبهه اليمين الدفاعيه اللي فيها النهارده شريف رجب وضاغط عليها لعيبه نادي الاسماعيلي ب2 أو 3 لعيبه، سواء رحيله اللي مقتحم دلوقتي ومحمد عبد الشافي اللي بيجي له، او احمد حسن لما بيقرب منهم، انما بره الملعب. ادي قدامنا شريف رجب هو اللي بتكلم عليه، جاي من نادي انبي على فكره، كان انتقال حر، يعني الراجل هو اللي خد المقابل المادي، مفيش نادي كان متعاقد معاه، ومضى 3 سنين مع نادي الاسماعيلي. شريف رجب اللي بيلعب في الجبهه اليمين الدفاعيه النهارده. تروح الكره تاني عند كريم مسعد، نادي الاسماعيلي غير جلده تماما. مجموعه النجوم او اللعيبه اللي كانت موجوده في ال3 مواسم اللي فاتوا، بدايه كده عبد الله الشحات وحسني عبد ربه اللي بيلعب في الدوري السعودي مع نادي النصر، اكتر من لاعب من نادي الاسماعيلي خلاص مش موجودين مع الفرقه بدايه هذا الموسم. تتلعب الكره اماميه تاني، عاوز ياخدها محمد ابراهيم من قدام ايمن المحمدي، انما تترد الكره ويطلع محمد صبحي المره دي عشان يخلص ويمسكها. ادي محمد ابراهيم اللي عمل محاولات، انما متطرف قوي محمد ابراهيم على الخط من الجبهه اليمين، ويجي كده يدخل في العمق طريقه اللعب بتاعته، انما ما قدرش يكمل بشكل مؤثر في ال20 دقيقه اللي فاتوا، رغم البدايه القويه اللي كان عاملها وبيقرب من
دفاعات النادي الاسماعيلي واقتحم اكتر من مره، وما قدرش لعيبه نادي الزمالك ان هم يستغلوا ويستثمروا عمليه الضغط اللي عملوها من البدايه ووصولهم لمرمى محمد صبحي في اوقات كتير قوي. جودوين يلعبها ويحركها لقدام عند احمد خيري، النقطه المحوريه المهمه النهارده، واحد من نجوم الشوط الاول. لو حطينا درجات للعيبه خيري من النادي الاسماعيلي على مستوى الاداء في ال 40 دقيقه اللي فاتوا او ال 41 دقيقه، عند عمر جمال اماميه، انما راجع لورا احمد سمير، خلصها عمر جمال هيمشي بيها، عمر جمال هيلعب العرضيه انما ياخد منها ضربه ركنيه. محمد حمص بيعمل عمليه الاحماء، لان قلت لحضراتكم خيري لما بيزيد لقدام وسط ملعب النادي الاسماعيلي بيفضى تماما. خبرات محمود عبد العزيز مش هتقدر تسعفه ان هو يملى المكان اللي كان موجود فيه عمرو السوليه. يبدا محمد حمص بخبراته الكبيره ان هو في الشوط الثاني يكمل مع احمد خيري من منطقه الوسط اللي عايزين يقفلوها على لعيبه نادي الزمالك في المرحله التحضيريه. انما هنشوف التبديل هيكون ماشي ازاي. وجهه نظر الكابتن صبري المنياوي، عمر جمال هيلعب الضربه الركنيه، تتلعب على الايمن القريب، سهله يطلعها ويشيلها احمد جعفر اللي جاي من المناطق الهجوميه، هو اللي بيشيلها لقدام، كان راجع لورا جعفر عشان يساند مع زمايله ويشيل من قدام عبد الحميد سامي. وادي هجمه محمد ابراهيم واربع لعيبه، مش ممكن محمد ابراهيم هيعمل ايه؟ صعب قوي، انما يطلع المدافعين اللي قدام عبد الحميد سامي. كان مشهد يعني اللي فات ده محمد ابراهيم لوحده، وهو جسمه قليل على فكره الراجل، انما عنده المهاره، واربع لعيبه من النادي الاسماعيلي كان عاوز يخلص الموقف الهجومي منهم، انما صعب يعني في اللعبه اللي فاتت. مهاب يلعبها تاني، مهاب سعيد، عمر جمال لو نشط اكتر من كده مهاب هيبقى في شكل هجومي للاعيبه النادي الاسماعيلي افضل مع عمر لو بيكثفوا الهجمات، انما لعيبه نادي الزمالك قافلين عليهم بشكل كويس. احمد حسن يلعبها لنور السيد اللي بينطلق لقدام، نور هيقرب من ال 18، السكه فاضيه انما الكره على شماله، بيلعب بيمينه احسن او افضل، يحطها تاني عند محمد ابراهيم، مشيت معاه، انما عاوز يلعب فرد محمد ابراهيم هيخلي شكله في الملعب او يقل كده اداؤه. محمد ابراهيم لو عايز يشتغل الشغل الفردي زي ما شفنا مره او مرتين، المره الاولانيه كان عنده حق لان هو فعلا الموقف كان لوحده الراجل ومحدش قرب منه، انما المره دي زودها شويه ان هو يمرر ويخلص مع زمايله القدام. ادي جودوين في الجبهه اليمين، محمد عبد الشافي رايح له، اماميه يلعبها المهاب قدام ال 18، مهاب لسه محدش جاله على الطرف ناحيه شريف رجب، هيحطها لجودوين في العمق، انما محمود فتح الله قافل عليه. ادي جودوين وفتح الله. جودوين النهارده ما عملش حاجه ليه الراجل؟ لان ما حدش شغاله قدام سواء بتمريرات اماميه ويستغل الفوارق البدنيه ويروح جودوين بانطلاقات او عرضيات جوه الصندوق. الراجل برضه هيبقى له العذر. عصام علي مختفي تماما الفرود الثاني، وممكن تكون التبديلات على حساب واحد من الفراوده ويلعب بفرود وحيد الكابتن صبري المنياوي، ويزود لعيبه وسط الملعب، يعني ما يخرجش لعيب وسط وينزل محمد حمص، يخرج فرود رغم ان هو اداؤه الهجومي النهارده مش بالشكل المطلوب، انما يقول لك احافظ على التعادل اللي انا ماشي بيه وابدا اشتغل على الهجمه المرتده بلعيبه الوسط مع فرود وحيد في المناطق الاماميه. نسيب الكلام لملعب الاهلي بقى يتكلموا افضل مننا. الزميل محمد الليثي ادي حوار بره اللي هو محمد علي من لجنه المسابقات قدامنا مع ممثلي الشرطه والجيش في الملعب. كنا بنتكلم عن النقاط الفنيه المهمه، دكتور طه اسماعيل مع الكابتن طه بصري والكابتن زكريا ناصف يبداوا يقولوا لنا الوقت اللي احنا لعبناه شكل اللقاء كان ماشي ازاي. نادي الزمالك اللي كان متفوق مع البدايه انما تراجع الاداء بعد 25 دقيقه تقريبا. اللي ما كانش متابع معانا كده احداث الشوط الاول، دي الهجمه اللي كان ماشي بيها. هات لنا بقى الهجمه من فوق يا راجل، جايب لنا رجل اللعيبه بس، حاجه غريبه والله. ادي اللعبه محمد ابراهيم اهو، وكان دخل عاوز ركله جزاء. دي هجمات نادي الزمالك اللي فاتت في الشوط اللي احنا لعبناه، بعض اللقطات الارشيفيه كده، ومهارات محمد ابراهيم اللي عمل شغل كويس قوي في بدايه اللقاء، انما بعد كده كان عاوز يشتغل فردي. برضو الناحيه الثانيه عمر جمال. خلاص الوقت الاصلي انتهى كده، انما جهاد جريشه في اعتقادي هيدي دقيقتين ولا حاجه وقت محتسب بدل ضائع. كان بيتعالج لاعب نادي الاسماعيلي في الوقت اللي فات. بدانا في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، لعب الكره في الجبهه اليمين عند احمد سمير. نور السيد موجود النهارده على دكه بدلاء نادي الزمالك، اسلام عوض، عبد الله سيسي، اليكس موندومو، واحمد عيد عبد الملك والشناوي وحماده طلبه وعمر جابر. انما قلت لحضراتكم اقرب التبديلات هتكون على حساب الاوراق الهجوميه، عيد عبد الملك او عمر جابر من منطقه وسط الملعب. ممكن يكون في دور النهارده لعبد الله سيسي الفرود البوركيني.
تتلعب الكره تاني في وسط الملعب، جودوين يستلمها ويحطها لقدام عند عصام علي وعمر جمال، انما يرجعها بشكل كويس صلاح سليمان. برافو يا ولد يا لعيب، تمركز قدام منطقه جزاء بشكل مثالي. صلاح سليمان تاني يستلم، دقيقه واحده وقت محتسب بدل ضائع، خلاص كده ثواني وجهاد جريشه يطلق صفاره النهايه. نتمنى لقاءات قريبه على المستوى الودي او الرسمي بين الفرق الليبيه، في وجود اهوت بقول لحضراتكم المستشار مصطفى عبد الجليل اللي كان موجود جنب المستشار جلال ابراهيم. وصفاره نهايه الشوط الاول التعادل في قمه المجموعه الثانيه بين الزمالك والاسماعيلي بدون اهداف الى ملعب النادي الاهلي، والتحليل لاحداث الوقت اللي احنا لعبناه. ارق تحياتي محمد عفيفي، الى اللقاء.